ما هي ازمه الخطاب؟ انت قبل الهوا قلت لي لا واصل الحكايه هي في اكتر من نقطه يا كابتن سيف في ازمه دونجا دي اللي مثاره بقى لها يومين ثلاثه، وبشكل صراحه مبالغ فيه، وللاسف اللوم كله بيجي على نادي الزمالك. مش عارف ليه، يعني الناس بتلوم على نادي الزمالك في ازمه دونجا ليه؟ هو انا المطلوب مني كنادي الزمالك اخاطب الجهه الرسميه المعنيه بالامر، ولا اطلع اقول تصريحات وكلام في الفضائيات وكلام مرسل هنا وهناك؟ انا خاطبت الجهه المسؤوله. طيب الجهه المسؤوله المفروض تعمل اللي هي اتحاد الكوره تحديدا، انا اقصد اتحاد الكوره، المفروض تعمل ايه الجهه المسؤوله دي لما نادي الزمالك يخاطبها؟ ترد عليه. طب ده حصل؟ ايوه. لا انا اسف ما حصلش. ليه؟ اللي حصل اليوم كتاب انت حضرتك يمكن عرضته، ولو موجود الزملاء يعرضوه، الكتاب اللي طلعه اتحاد الكوره اليوم واللي مرسل لنادي الزمالك. كتاب يعني ايه؟ الخطاب. الخطاب اللي مرسل من اتحاد الكوره نادي الزمالك. قايل فيه ايه اتحاد الكوره؟ قايل فيه فقره منه ايماء الى خطابكم، بيقصد نادي الزمالك، المؤرخ بتاريخ 26 اكتوبر اللي هو امس، بخصوص عقوبه كذا يرجى الرجوع للايميل. عند السطر ده هقف وقفه طويله جدا. حضرتك الكتاب مؤرخ 26، انا اسف ده مش الكتاب الاول. ما ردتش ليه على الكتاب الاول اللي بتاريخ 12 اكتوبر، يعني بقاله 15 يوم. اذا الناس نايمه في العسل هناك، اتحملوا مسؤوليتكم انتم، ما تجيبوهاش على الزمالك. الزمالك خطبك رسمي ولا كاتحاد الكوره الموقر؟ حضرتك اللاعب دونجا ده موقفه ايه؟ حضرتك استنيت 15 يوم وبترد عليا وبتطلعني في صوره الغلطان. هو مش غلطان، وبقول لك الحاجه عندك. لا يا فندم هكمل لك بس. اولا كان يجب الامانه تقتضي، وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي، اتحاد الكوره عنده كتاب مماثل مرسل اليه يوم 12 اكتوبر اللي مبعوث امبارح من نادي الزمالك تذكير. يا جماعه ايه انتوا ما ردتوش علينا، ردوا. تمام؟ فحضرتك كنت المفروض ترد عليا من يوم 12 وكنا في حل من هذه الازمه. طيب في اخر كلمه في السطر اللي يخص الزمالك بيقول له الخطاب المرسل على الايميل. انت حضرتك على بعته على اي ايميل؟ من النادي؟ لا يا فندم مش ايميل النادي. لا يا فندم معلش بس الحقيقه تتضح، مش ايميل النادي. يعني احنا المشاهد دلوقتي عفوا بوضح اهو. لا عفوا بوضح اهو. المشاهد دلوقتي يصدق حضرتك ولا يصدقني ولا يصدق المسؤول اللي هو عمرو ابو العزه المدير الاداري اللي قال لك جالي جواب على الميل بيقول 1 2 3 4؟ كابتن عمرو ابو العزه لما قال كده فعلا جه جواب جه على الايميل. بس ده ايميل النادي؟ يا فندم انا سالت. ايوه قال لك ايميل النادي. لا ده ايميل شخص بيعمل في النادي يا فندم. لا قال لك ايميل النادي. لا ايوه معلش السؤال ده مهم جدا. عفوا اكمل بس. انا يا فندم ده ايميل مين؟ النادي يا فندم. لا يا فندم. يا فندم انا سالته. يا فندم طيب سؤال، انا سالته الخطاب اللي بعته نادي الزمالك يوم 12 وعمل تذكير امبارح 26 طالع من نادي الزمالك منين؟ من ايميل رسمي لنادي الزمالك اللي هو اتحاد الكوره النهارده ما بيبعت على الايميل الرسمي لنادي الزمالك. ماشي. حضرتك ما بعتش على ايميل رسمي يا فندم. المسؤول نفسه اللي اللي واقف قال اتبعت على ايميل الرسمي. كابتن احمد ابراهيم. معلش انا بقول كلام هو واضح. ايميل كابتن احمد ابراهيم. هتقول لي ده الايميل المعتمد اللي بيبعته عليه، هرد على حضرتك. هرد على حضرتك اهو. يعني حضرتك بتقول ان كلام الاستاذ عمرو ده مش مظبوط؟ لا يا فندم بس لا انا ما بقولش في ايميل جه لكن ايميل جه نادي الزمالك رسمي. لازم حضرتك تسمعني بس. اتفضل. انا عمرو ابو العز كان معايا على التليفون دلوقتي. تمام. قلت له الايميل جه ايه؟ قال لي على الايميل. قلت له ايميل اشخاص، قال لي ايميل رسمي لنادي الزمالك. طب يا فندم اتحاد الكوره فين الايميل الرسمي دوت؟ يطلع على اتحاد الكوره الايميل باين، العنوان الايميل باين في الكتاب. اتحاد الكوره يا كابتن سيف يطلع الخطاب اللي بعته في 31 اكتوبر. الراجل نفسه اعترف اهو يا استاذ ماهر. يا جماعه بس اكمل، يا جماعه كمل بس. طب ادوا الراجل فرصه. يا جماعه كمل بس عشان الصوره توضح، عشان الناس تبقى فاهمه اللي بيتفرجوا علينا، الملايين اللي بيشوفونا يبقوا واضحين. حضرتك بعت على ايميل بيتقال ان هو ده الايميل الرسمي لنادي الزمالك. مش بيتقال يا فندم، ده ايميل الرسمي لنادي الزمالك. الاداري المسؤول ساعتها المدير الاداري قال جالي على ايميل الرسمي لنادي الزمالك. هل الايميل اللي بعت منه الخطاب اللي كان في عقوبه دونجا هو الايميل اللي بعت منه الزمالك مرتين يوم 12 ويوم 26؟ قولا واحدا لا. كان احمد ابراهيم مشي لا مش الاداري. لا ايوه انت اتحاد الكوره بقى، هل عندك خطاب من نادي الزمالك في اي سنه من السنين خطاب رسمي جاي لك يرجى اعتماد ايميل فلان الفلاني للمخاطبات الرسميه؟ انا عندي مفاجاه بس انا ممكن اوضح. عندك خطاب لاتحاد الكوره بيقول كده؟ اتحاد الكوره عنده خطاب من نادي الزمالك ماهر غريب يرجى اعتماد ايميل ماهر غريب اللي عنوانه كذا على ايا كان هوت ميل ولا ياهو. اكيد. امال ايه؟ لا ما فيش. طب اتحاد الكوره ما بيخش على الدليل يجيب ايميلات الانديه؟ اتحاد الكوره يا كابتن بيعتمدوا على كان في فتره مخاطبات الزمالك فتره سابقه على ميل شخصي للكابتن احمد ابراهيم. انا بقول اهو بوضوح. طيب يتحمل بس هو اللي كان بيتعامل معاهم يا استاذ ماهر. كلام كويس. فين الكابتن احمد ابراهيم دلوقتي؟ ماشي. طيب جت اداره جديده بتسال اتحاد الكوره يوم 12 يا جماعه موقف دونجا ايه؟ طب انا اسال حضرتك سؤال. اتفضل. هو جت اداره جديده بميل جديد؟ هيبعت لهم ايميل الخطابين اللي بعتهم من الزمالك ايميلات جديده. سيبك من الخطاب يا فندم، انا ماشي مع حضرتك اهو. حلو. هو جت اداره جديده بميل جديد. ايوه.
هل اداره الزمالك بعتت من سنتين من يوم ما جت او من سنه ونص ان احنا الميل اتغير وده الميل الجديد؟ لا، الاداره جهاز الكره الحالي بيخاطبهم على ايميل رسمي عن طريق شخص معنى الامر ده. خليني واحده بس. قول ازاي مسؤول يعني عن كل إيه؟ يعني يا فندم كل دي واحده بس يا استاذ، هو بعت يعني عقوبة كل على الميلات الإيميل اللي بتروح دلوقتي نادي الزمالك بقى لها سنه بتروح على ايه؟ بتروح على ايميل خالص غير الايميل اللي بعته عليه عقوبه الدونجا دي. على ايميل مين بقى؟ على ايميل الزمالك الرسمي. اداره الكره عشان احمد اتغيرت. ابراهيم مشي. ما يا أنا- عندي كابتن مفاجأة سيف، بس بس ما بالموضوع خرجناش بره الموضوع الاساسي. ماشي. ما انا قلت نقطه في الاول وانت هتدخلوني في حته الايميل. انا بقول الزمالك ارسل خطاب لاتحاد الكره يوم 12. اقول لك ليه اين اتأخروا انتم في يا الرد؟ اتحاد الكره من يوم كانش 12 موجود. كابتن سيف؟ لا، وده أقول سؤال لك. مهم جدا. أنا لو أقول- اتحاد الكره رد 12 13 14 15 لغايه يوم 25 او 24 احنا في حل من كل هذه القصه والازمه. ما نعم. تجيبوش اللوم كله على الزمالك. فين اتحاد الكوره؟ هل الازمه كبرت لما احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره السابقين طلع الخطاب؟ وده على فكره مش موجود في اي دوله في العالم. أقول ما له- ينفعش حد يطلع كتاب بالشكل ده. حضرتك من السكرتاريه، حضرتك عضو مجلس اداره، حضرتك كنت في اتحاد الكره يا كابتن سيف. اكيد الكتب بتيجي تحت، بيبقى في كتب تحت ايدك. حضرتك تقدر تطلع كتاب من اللي كانوا تحت ايدك؟ لا. شكرا.